أقول كيف كانت بنيتي في الحقيقة لا أصدق كيف أنني استطعت أن أقفز، والطلبة كذلك كنا في بنية يعني قوية الحق. بدات اخبار كتسرب ان الجيش بدا يتحرك من برا من امر من الملك. دبابات كانوا في طريقها لقصر الصخيرات باش تقوم محاصره القصر من برا. ابابو مبقاش كيبان، وبعض الضباط اختفوا مبقاوش هما كيبانوا. شي وحدين قالوا اننا نكملوا المهمه، وشي وحدين قالوا بارك علينا نسحب. حنا تلاميذ صغار وسط نار كبيره ما عارفينش اشنو غندير. هاد الحلقه غادي نشوفوا كيفاش طريقه باش تحاصر قصر الصخيرات، وكيفاش طلقوا علينا القرطاس وخا استسلمنا. إلا كنتي مفكر أسوأ لحظة كانت هي الهجوم، لا، أسوأ لحظة كانت منين حطينا السلاح وتوقعنا أن كل شيء سال. ولكن الجانب الحقيقي بدا من هنا. مع الغروب تقريبا بدينا كنسمعوا صوت ثقيل جاي من برا، كنحسوا بلي الارض كتهز، صوت ديال شي حاجه كبيره جايه على الطريق. شنو هي الله اعلم. وهي في الحقيقه كانوا الدبابات اللي جايين يحاصروا القصر من برا. الجيش جا كيطوق قصر الصخيرات، بعض الضباط بداو كيتخبعوا، وشي وحدين كانوا كيقلبوا على شي طريقه للهروب، وشي وحدين منهم بقوه ما عارفين ما يديروا جالسين كيقولوا نقاوموا. ولكن حنا كنا غير طلبه مرهقين مصدومين ما عارفينش اشنو غندير. الصداع ديال القرطاس نقص، المعنويات ديالنا كاملين طاحوا، وبان لينا من الواضح ان الانقلاب طريقه للفشل. من بعد جا الامر باش نحطوا السلاح، بعض منا تردد وبعض منا بكى، وكاين شي وحدين بقوه الصدمه ما عرفوا شنو يديروا، بقاو واقفين مصدومين بحال شي حجره. بالنسبه لي انا خويت السلاح ديالي من ديك طلقات القرطاس اللي كانوا فيه لداخل وحطيته في الارض. ومن بعد تصففنا واحد قدام واحد، طر طويل وهزينا يدينا في السماء. كنا كنقولوا في قلوبنا الحمد لله سالات، الحمد لله سالات، ولكن في الحقيقه ما سالاتش. في واحد اللحظه من جديد سمعنا طلقات ديال القرطاس كيتضاربوا منين جايين الله اعلم. ما فهمناش شنو واقع، واحد كان لاصق ليا طاح، وواحد من الجهه الثانيه طاح، ولكن منين جاي القرطاس جاي من العسكر اللي كانوا محاصرين القصر الصخيرات. العسكر اللي كانوا جايين من الامر من الملك. قوه الفوضى اللي كانت هزوا السلاح وبداو كيضربوا في داك الطلبه لانه حسابهم انهم خونه هما اللي كانوا منظمين الانقلاب. داك اللحظه كان الليل كيطيح ورجعت الروايه من الاول، ولا القرطاس كيتضرب فين ما كان. ها اللي كان واقف في داك الصف معنا، ها اللي بقوه الخلعه بدا هارب، اللي كيقلب على شي بلاصه يتخبى فيها، اللي كان قريب على السور ديال القصر حاول انه ينقز من الفوق ويهرب، والفوضى رجعت من جديد. ولكن واخا هاد الفوضى رجعت حنا ما كان بيدينا ما نديرو، حتى السلاح كنا حطيناه بيدينا. انا جليت بلا ما نفكر، كنت كنسمع القرطاس مورايا كيتطلق، القلب ديالي كان غيخرج من الصدر ديالي. دخلت واحد الفيلا كانت مازال ما سالوهاش بالبني، كانت خاويه. خبيت مورا الحيط والعرق كان كيهبط لي على راسي على ذاتي كلها، والدم ديال شي وحدين كان مازال لاصق عندي في البدله ديالي العسكريه. سمعت بعض الخطوات من برا داك الفيلا، سمعت الناس هاربه كتجري، سمعت العسكر كيغوت ها هو هنا ها هو هنا. انا لبتها وسكت، بقيت حتى طلع الفجر. ديك الليله كانت طويله، اطول ليله في حياتي. ما عرفتش شكون مات، ما عرفتش شكون تشد، وما عرفتش شكون هرب. حاجه وحده اللي كنت مأكد منها هو ان حياتي من بعد هذا الانقلاب غادي تبدل 100%. مع يلا بدات كتطلع الشمس صافي، فكرت مزيان وقررت اني نخرج من داك الفيلا. والقصر مع كان قريب على داك الفيلا، كانوا بزاف ديال العسكر محاصرين القصر وكيدوروا في النواحي ديال الفيلا باش يحاولوا انهم يشدوا اكبر عدد من الناس اللي كانوا في هذا الانقلاب هذا. خرجت من داك الفيلا وهزيت يدي في السماء. كانوا العسكر دايرين واحد الطوق امني يعني باراج، شدوني طيحوني في الارض، بداو كيسبوا فيا. واحد ضربني بداك اللور ديال السلاح للظهر ديالي، ما بقيت عاقل شنو وقع. قوه داك الدوخه جاني سؤال من عنده، قال لي واش بغيتي تقتل الملك؟ بغيت نشرح ليه ولكن ما كانش وقت الهضره. بالنسبه ليهم حنا خوانا. جمعونا في واحد البلاصه كنا بالعشرات، شي وحدين مجروحين وشي وحدين غارقين في الدم، ما كان لا اسعاف لا رحمه. من بعد بدا التحقيق الميداني، ضرب بالعصا، السبان، تهديد بالاعدام. واحد قال لنا الليله غادي تموتوا كاملين. داك اللحظه صدقت انني ما غاديش نشوف الشمس مره واحده اخرى. ربطوا لينا يدينا وطلعونا في كاميون ديال العسكر، وكنا غاديين شادين الطريق ديال الرباط. بداك الطريق ما كنا كنسمعوا حتى حاجه من غير سكات، صوت الموتور ديال الكاميون وداك السناس اللي باش كانوا رابطين. شي وحدين بداو كيبكيو وشي وحدين كانوا كيقراو الشهاده حقاش ما كانوش عارفين المستقبل ديالهم. انا كنت غير كنشوف قدامي وباغي نفهم فين غلطنا، واش غلط ديالنا اننا تبعنا الاوامر ديال الضباط ديالنا. في مولاي اسماعيل بالرباط بدا فصل جديد، فصل العذاب. حيدوا لنا لباسنا، وقفونا كاملين بالضبط، بداو كيضربونا بالتيوات ديال الماء، ماشي تيو عادي بحال كتسقي الجرده، تيو كيضخ الماء بواحد الجهد كبير. الضرب كان بالكابلات بالهراوات، اللي كيطيح بقوه العيا كيرجعوا يفيقوه ويوقفوه ويضربوه. لقينا ايامات كثيره بلا ماكله وبلا نعاس، عينينا مشدودين. مره كيخرجونا في الليل للغابه وكيوقفونا مسطرين تما بلا حوايج، وكيقولوا لنا صافي هذه التاليه ديالكم. حنا شنو كنديروا؟ كنسكتوا بقاو تسناو
الضربه منين غادي تجي. وفي الاخر شنو كيديروا؟ كيرجعوا يرجعونا، ومن هذا الشيء كله كانوا غير كيلعبوا لنا بالاعصاب ديالنا. اللي وقع في الصخيرات كان صدمه بالنسبه لينا كطلاب، ولكن اللي غيوقع في المحاكمه غتكون حكايه واحده اخرى. 1081 متهم. الا كنتي كتظن ان الجحيم سالا في الصخيرات فراك غالط. الصخيرات كانت غير بدايه. الجحيم الحقيقي هو انك تعيش باقي عمرك وانت متهم بخيانه ما عمرك خططتي ليها. من بعد اسابيع ديال التحقيق والتعذيب قالوا لينا غادي نبداو المحاكمه. الرقم وصل 1081 متهم، قضيه واحده ولكن كل واحد فينا عنده حكايه مختلفه. الوجه ديال المتهمين كان صفر. بعض العائلات اللي كانوا حاضرين ولادهم يمكن كانوا توفاو، وبعضهم ما عارفينش حتى فين هما ولادهم. التهم في الحقيقه كانت ثقيله بزاف: محاوله قلب النظام، مشاركه في انقلاب مسلح، والخيانه العظمى. انا كنت غير طالب وكنفذ الاوامر مباشره. منين جا الدور ديالي تيقلبوا في الوراق ما لقاوش حتى الملف واضح بالاسم ديالي، بحال الا نساوني. واحد الشاهد في قوه ما شاف في وجهي قوه الصدمه قال لهم هذا كنظن انه ما كانش من المخططين ديال الانقلاب وراه غير طالب عادي، ولكن هذا الشيء كان كافي باش انهم ما يحكموش عليا. نهار النطق بالحكم جميع اللي كان في المحكمة كان ساكت وكيتسناو النطق بالقرار. بعض الضباط تحكموا بالإعدام، وبعضهم بالمؤبد، وبعضهم بسنوات طويلة وصلت حتى ل 10 سنين، ومنهم الضابط أحمد المرزوقي. أعطاني الكأس، مد لي الكأس باليد اليسرى، فلما أردت أن أشرب ضرب الكأس باليد اليمنى. سمعنا اسماء كتقرا واحد مورا واحد، وكل اسم كيبدل المصير ديال كل عائله تقدر انها توصل بهم للفقر المدقع. منين جاء اصدار الحكم على الطلاب الحمد لله ان جميع الطلاب تحكموا بالبراءه، ولكن ماشي هذه هي النهايه. ما خرجش من القاعه وانا ما فاهمش واش نفرح حيت ما كانش الاعدام ولا نبكي حيت حياتي العسكريه سالات. منين خرجت من المحكمه توجهت نيشان للدار ديالي، الدار ديال والدي والدار ديال الاسره ديالي، ولكن ما رجعتش نفس الشخص. الناس كيهضروا فيك كيبقاو يتهامسوا بعضياتهم. هذاك كان في الصخيرات. مشيت ندير الباسبور، القايد شاف الاسم ديالي قال لي انقلاب الصخيرات، لا ما يمكن ليش دير الباسبور. تحرمت من الخدمه العسكريه، تحرمت من بزاف ديال الفرص، وفي الاخير خدمت في شركه باس كنسوق طوبيس باجر بسيط، صالير اللي ناقص وبلا استقرار، يعني تقدر لا غد ليه ما تبقاش عندك الخدمه. ولكن اللي كان كيضر اكثر ماشي انا ولكن ولادي، كيعايروهم في المدرسه كيبقى يعيطوا له يا ولد الخائن، يعني انا اللي كنت السبب ديالو انهم يعيطوا له بهذا الاسم هذا. وشنو ذنبهم؟ تزادوا عند واحد كان طالب في مدرسه عسكريه كينفذ غير الاوامر. مراتي تحملت معايا سنين ديال الضغط والفقر والنظره ديال الناس، هي تقسمت على جوج، قبل الانقلاب ديال الصخيرات ومن بعد انقلاب الصخيرات. دابا من بعد 46 عام باقي كنطرح نفس السؤال: الا كنت غير طالب صغير كيطبق الاوامر العسكريه بلا ما يعرف المخطط الحقيقي، واش يستاهل يتكتب الاسم ديالك كخائن؟ ما حنا ما كناش مسؤولين، ما كناش سياسيين، كنا غير طلبه وطحنا في واحد الخطه اللي كبيره علينا، ولكن خلصنا الثمن كاملين. الا وصلتي لهنا راك دابا سمعتي القصه كامله من داخل قصر الصخيرات. اتمنى انك تشترك وتخلي في كومونتير واش نديروا انقلاب ثاني ديال طيارين في عام من بعد انقلاب ديال الصخيرات. والسلام عليكم.